استاذ محمد انا عملت محضر في مباحث الانترنت وما وصلتش لاي حاجه. يا جماعه في توضيح مهم جدا بخصوص المحاضر. اي محضر في الدنيا قابل ان هو يتحفظ، يعني اي محضر قابل للحفظ، فلازم تخلي بالك من الحته دي كويس جدا. ما ينفعش حضرتك تعمل المحضر وترميه، المحضر لازم يتابع. انا مش بقول لك تعالى لا اشتغل لك القضيه، لا، انت شوف اي محامي يشتغل القضيه ويتابع لك القضيه بتاعتك. لو انت فاضي تمام تابع القضيه بتاعتك، مش فاضي يبقى تشوف محامي يتابع لك القضيه بتاعتك علشان هو ده شغله. طيب ايه اسباب حفظ او ايه اسباب ضياع حقك في اي قضيه، خصوصا في قضايا مباحث الانترنت؟ ان حضرتك بتعمل المحضر وما بترجعش تبص عليه تاني. حضرتك بتاخد رقم احوال وبعد كده بياخد رقم هناك اداري او جنح ايا كان الشكل بتاعه، وبتتابع بعد كده في المحكمه الاقتصاديه لحين صدور الحكم. فبالتالي لو حضرتك رافع قضيه على حد، ابدا تابع القضيه وشوف هي وصلت فين في النيابه وراحت فين المحكمه وراحت انهي محكمه، وتشوف المحكمه الاقتصاديه اللي راحت فيها وتبدا تتابع لحين صدور الحكم. علشان السؤال ده اتسالته كتير جدا، يا ريت نشار الفيديو علشان اكتر ناس او اكبر قدر من الناس يستفيد. واستنوني ان شاء الله في معلومه قانونيه جديده.